السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تصحروا فإن في السحور بركة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. أول سحور على القناة عندي، حاجة كده مصرية أصيلة وبسيطة كمان، وإن شاء الله بإذن الله هتعملي معايا أحلى سحور. أنا قشرت شوية بطاطس وحمرتهم، دي أول حاجة. بعد كده عملت لكم بقى، جايبه لكم خلطه بتاعه الفول بتاعه العربيات، حاجه كده زي الفل وزي العسل وفي منتهى الجمال وحاجه روعه. طبعا احنا دمسنا الفول مع بعض قبل كده. اول حاجه انا جبت طاسه حطيت فيها معلقه من السمنه. بعد كده نص معلقه من التوم زي ما انتم شايفين كده على طرف المعلقه. حطيت التوم يا مجرد بس ان هو يطلع ريحته، انا مش عايزاه يتحمر، يطلع الريحه بتاعته. ماشي. بعد كده في طماطميتين وفلفلايه رومي. معلش نسيت الحته دي، معلش انا ما جابتهاش. فزي ما انتوا شايفين كده، قطعت طماطم وفلفلايه، وهبدا اشوح فيهم لحد ما ينزلوا الميه بتاعتهم. انا جايبه لكم يا حبايب قلبي الطشه دي من قلب محل الفول. امبارح رحت اجيب طعميه اللي انا عملتها في البيت خلصت، فرحت جبت طعميه، ولقيت بقى الريحه عند الراجل رهيبه. قلت له تعالى وريني انت بتعمل ايه، وجبت لكم السر يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده طشه الفول بدات تتعمل كده، الطماطم والفلفل نزلوا ميتهم. انا عايزه كده. بعد ما تخلص نبدا ننزل بكميه الفول اللي عندنا. انا كنت طبعا عامله فول معاكم قبل كده، وعملت في اول رمضان، وطلعت يا دوبك فك شويه من الفريزر وحطيته على الفول. البهارات بقى ملح وكمون وكزبره، بس كده، لا اكتر ولا اقل. وهنبدأ نجيب نص ليمونية نعصرها. ممكن تستبدلي الليمون بمعلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي دي من الخل، هتدي طعم روعة يا حبايب قلبي. بس الخل هتحطوه بقى على الطماطم قبل الفول، لكن الليمون بعد ما تحطي الفول. زي ما انت شايفة كده طشة الفول، انا عايزة اقول لكم كانت جايبة اخر الدنيا، تحفة بسم الله ما شاء الله. هنسيبه بقى يغلي غلوتين وخلاص على كده. الطعمية يا حبايب قلبي حطيت عليها كزبرة ناشفة، وحطيت عليها سمسم. السمسم بيديها طعم بسم الله ما شاء الله حلو جدا جدا. هبدأ أقلي بقى في الكام قرص اللي معايا. لو وصلت لهنا ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل، عشان انا بكبر بيكم يا حبايب قلبي. واتمنى اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير، وربنا يعود علينا وعليكم الايام يا رب باليمن والخير والبركات، اللهم امين. طبعا يا حبايب قلبي السحور احنا بنحاول نعمله على الساعه 3 الا ربع، لان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بيقول بكروا في الفطور واخروا في السحور. عشان نمشي على كلام نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهنا في حته سمنه قليت برضو بيضتين، وحطيت عليهم سن من الملح والفلفل بسيط. زي ما انتم شايفين كده، ان شاء الله باذن الله قبل ما رمضان يخلص نعمل معاكم كام وصفه كده بالفول والطعميه والبيض، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ادي الملح والفلفل. وانا هعمل البيض بتاعي فرايد مفرفر يعني. انا عملت قبل كده معاكم الاومليت، لكن ده انا هعمله فرايد. بعد ما يبدأ في السوا كده بفرفره بالمعلقة عشان يطلع مفرفر وحلو. زي ما انتوا شايفين، واقلب فيه تقلبتين وخلاص، وبألف هنا وشفا. بعد كده الطعمية اللي معايا خلاص كده خلصت اهي. هبدأ بقى أطلعها، قلبتها طبعا على الجنبين وطلعتها تمام كده. واحنا كده يا حبايب قلبي يعتبر خلصنا الحمد لله السحور، مع بقى رغيفين حلوين كده، وبألف هنا وشفا على قلبكم. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير.